السلام عليكم الإخوان، كيف دايرين؟ اليوم بغيت نهضر معاكم على الماتش ديال ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، وبالضبط على الشوط الأول اللي كان صراحة كارثي بمعنى الكلمة. الريال دخل الماتش وكأنه فريق بلا هوية، بلا خطة واضحة. اللاعبين تائهين في الملعب من الدفاع حتى الهجوم، وكأنهم ما عارفين اش يديروا. والله حتى شي حاجة ما مفهومة في هذا الشوط الأول. دفاع الريال كان ضعيف بزاف، واخا نقولوها بالدارجة كان كارتي حقيقي. قلوب الدفاع ديال الريال داروا أخطاء بدائية، وعطونا 2 أهداف مجانية لباريس. ماشي معقول فريق بحال الريال يعطي أهداف بحال هادو وفي النصف النهائي. باريس صالو جال في الملعب، دار اللي بغى، وحتى نسبة الاستحواذ وصلت 80% يا الإخوان. تخيل معايا 80%. الريال ما قدرش يخرج بالكرة، ما قدرش يدير حتى 3 الباسات صحيحة. كانوا غير كيشوفوا باريس كيحرك الكرة ويضرب الخطوط ديالهم بكل سهولة. صراحة الهدف الأول والثاني جاو بطريقة مجانية. أخطاء ساذجة ديال الدفاع والوسط اللي ما كانش كيعرف يسد المساحات. راه كانت تقدر تكون نتيجة 4 الأهداف ولا أكثر في الأول، غير باريس ما كانش مركز مزيان في اللمسة الأخرى. المشكل ماشي غير في الدفاع، الوسط حتى هو كان ضيع، ما كانش ضغط على حامل الكرة، ما كانش افتكاك، والهجوم معدوم. كانوا اللاعبين متباعدين، ما كانش شفاهم، ما كايناش الحلول، وكأنهم ما حضروش الماتش. بصراحة ما عجبتنيش طريقة اللعب اللي دار أونسو، وبالرغم من أنني من محبي الريال تمنيت باريس تفوز على هذا الأداء الهزيل اللي داروا الميرينغي. راه الفريق خاصو صحوة، خاص اللاعبين يتحملوا المسؤولية وما يبقاوش يلعبوا بالأسامي الكبيرة. المدرب خاصو يعاود يشوف بعض الاختيارات ديالو. راه كاين لاعبين اللي ما بقاش عندهم بلاصه، ما كيعطيوك والو في الماتش. مثلا ابراهيم دياز اللي ما بقاش في الحسبان، راه لاعب عنده فلول وكان يقدر يعاون الفريق، لكن المدرب مجمدو. ومع كل هذا الشيء الوحيد اللي عجبني في هذا الشوط الاول هو تحركات اشرف حكيمي. صراحه دار شوط ممتاز، خصوصا من الناحيه الهجوميه، كان كيطلع وكيساند الهجوم ودار مشاكل كبيره لدفاع الريال. خدمته كانت واضحه وعطى صوره على المستوى العالي اللي واصل ليه. خاص ريال ينسى هاد الشوط الاول ويعاود يفكر مزيان. خاصهم يعاودوا يشوفوا طريقه اللعب، خاص اللاعبين يكونوا رجال في الماتش ويعرفوا ان جمهور الريال ما كيرحمش هاد الاداء الباهت. كانت هذه قراءتي ديالي وتحليلي للشوط الاول ديال هاد القمه اللي كانت منتظره بزاف، ولكن بصراحه خيبه الظن. النتيجه ما كانتش متوقعه، وحتى الاداء ما كانش في المستوى نهائيا.